و يلا نشتغل. لو انت متابع الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن قصة ثانوية عامة، وفي نهاية القصة ان انا دخلت جامعة في القاهرة وانا مش من القاهرة، فبالتالي دلوقتي انا يعتبر بقيت مغترب، بقى في مصاريف مواصلات، مصاريف اكل وشرب، غير بقى الخروجات بتاعة الجامعة، فده كله بفلوس. وطبعا مفيش حد فينا يحب ان هو يفضل ياخد فلوس من اهله طول العمر. كده كده انت هتكون مجبر انك تشتغل بعد ما تخلص جامعة. فكرة انك تشتغل جنب الجامعة ده بيديك خبرة رهيبة، بحيث لما تتخرج بعد الجامعة يبقى انت اتعلمت شوية خبرات كده هتنفعك في سوق العمل. غير كده هيبقى معاك فلوس في الجامعة فتقدر تصرف براحتك، فاهمني؟ فمن هنا قعدت ادور ايه اللي ممكن اشتغله. قعدت ادور في كميه شغلانات كتيره جدا، وايه اكتر حاجه هعرف اجيب منها فلوس وفي نفس الوقت ما تجيش على دراستي. انا برضو لو شلت ماده انا هدفع ثمنها، ده خلينا نكون متفقين. فبما اني قعدت ادور فانا طلعت بشويه معلومات. المعلومات ديت هقول لك منها ايه، هقول لك ايه اكتر شغلانات بتجيب فلوس، الشغلانات المناسبه تشتغل جنب الدراسه او جنب الجامعه، ان يبقى في وقت كافي انك تدرس ووقت كافي انك تشتغل. هقول لك على شغلانات نوعها انك عايز تجيب فلوس النهارده فتدخل تجيب منها فلوس، شغلانات تانية انت محتاج تدرس فيها وتبقى عندك شويه خبره بعد كده تشتغل. ده مثلا ممكن ياخد منك 3 شهور او 6 شهور دراسه قبل ما تشتغل. فاقول لك على خلاصه بقى التدوير وانا اشتغلت ايه في الاخر ويلا بينا نبدا. اول نوع من الشغل هو الشغل الاوفلاين او في ارض الواقع، مش شغل اونلاين. كان ايه الشغل اللي موجود؟ كان ان اشتغل كافيه، ان انا مثلا اكون ويتر او كده، او ان انا اشتغل اسيستنت المدرس. ودي منطقيه شويه، ان انا بما اني اتخرجت مثلا من علم رياضه فاروح لمدرس فيزياء اشتغل معاه اسيستنت، او اروح لمدرس ماس اشتغل معاه اسيستنت. الشغلانه ديت موجوده بتوفره وبطريقه مش طبيعيه، موجوده في القاهره كتير. معرفش في المحافظات موجوده قوي ولا لا، بس في القاهره انت عايز تشتغل النهارده تتصل على مدرس هتشتغل معاك اسيستنت فيزياء، بتروح تشتغل ساعتين في اليوم، تبقى ساعتين ديت مده الحصه، تصحح مثلا ورق، بتساعد طلبه وهم بيحلوا اسئله، وبتاخد في الساعتين رينج 200 جنيه، ممكن يزيد او يقل على حسب الماده، لغات ولا عربي، والمدرس برضو مشهور او لا. عندك شغلانه تانية وهي شغلانه الكول سنتر، اللي هو موظف خدمه العملاء. دي من اكتر الشغلانات المغريه لان مرتبها رهيب على طالب، وكمان ممكن توافق بينها وبين الدراسه. انا عارف اصحابي بيشتغلوا بالطريقه ديت. تعمل ايه؟ انك تشتغل في كول سنتر بس بالانجلش مش بالعربي، لان بالعربي بيبقى المرتب ضعيف جدا. يعني بالانجلش بيبقى مرتب رينج ال 10000 جنيه. بيبقى الشيفت غالبا ليلي، يعني بتبدا الشيفت الساعه 12 بالليل تخلص الساعه 5 6 الصبح. الشغل ده متوفر ولا لا؟ طبعا. لو انت دخلت على جوجل كتبت تيلي بيرفورمانس ايجيبت، دي الشركه اللي ماسكه كل موظفين خدمه العملاء اللي بيشتغلوا في مصر. يعني هتلاقي انت عايز تشتغل موظف خدمه عملاء في شركه امازون بس بالانجلش، فانت هتروح الشركه ديت هي تشغلك في امازون. هتروح عايز تشتغل في ابل، تشتغل في هواوي، تشتغل في اي تي ان تي، فاهم؟ فانت هي الشركه ديت جواها كل الشركات. مرتبها رهيب، مرتبها مفيش تقريبا شغلانه على ارض الواقع هتديك الرقم دوت لو انت طالب. بس مشكلتها في ايه؟ نومك هيبوظ، مش كل الناس هتعرف توظف الدراسه مع الشغل بالطريقه ديت، لانك بتشتغل تقريبا طول الليل وهيبقى عندك جامعه الصبح تقدر تعتمد عليها بقيه عمرك انك تفضل شغال كول سنتر. فدي كانت الشغلانات الاوفلاين. نيجي بقى لنوع الشغلانات اللي انا بحبه، اللي هو شغلانات الاونلاين. انا اشتغلت في الاونلاين، وهقول لك انا اشتغلت ايه بالظبط في الاونلاين، بس هقول لك الاونلاين بطريقه مختلفه. بعد شويه بحث لقيت ان الاونلاين ده بينقسم ل3 انواع. النوع الاول هو النوع السهل اللي ممكن تشتغله دلوقتي، النوع الثاني هو المتوسط اللي ممكن تتعلمه بس مش في وقت طويل وتشتغل، النوع الثالث واللي هو صعب نسبيا ومحتاج دراسه كتيره. طب ايه اللي يفرق ال3 انواع دول عن بعض؟ انك كل ما بتاخد وقت في الدراسه او التحضير للشغل فكل ما المرتب احسن. يعني النوع الاول هتلاقي مرتباته اقل حاجه، النوع الثاني اكتر، النوع الثالث مرتبات خرافيه. هو ال3 اونلاين، فانت ال3 دول ممكن تشتغلهم عن طريق مواقع العمل الحر، او تشوف جروبات فيسبوك بتشتغل في النوع دوت من الشغلانات وتدخل. ممكن ابقى اعمل حلقه تانية ازاي تجيب شغل اصلا. النوع الاول هو شغلانات بتعتمد على السوفت سكيلز، او كده خبرات بسيطه، ممكن تسمع فيديو يوتيوب مثلا ساعتين 3 تتعلمها، او غالبا انت هتبقى معاك الخبرات ديت. دي عباره عن ايه؟ اول شغلانه الداتا انتري. داتا انتري او مدخل البيانات. زي ايه مثلا؟ انا قابلت واحد قال لي انا محل جزم وعندي 200 نوع جزم، دلوقتي انا عايز ابدا ابيع الجزم ديت على امازون، وانا ما عنديش الوقت ان انا اقعد ادخل صوره كل نوع والاسم والمواصفات وبتاع. فانت شغلانتك ان هبعت لك صور كل المنتجات وانت تبدا ترفعها على امازون واحده واحده، وتكتب لكل واحده الاسم اللي هديهولك.
فدي شغلانه الداتا انتري، انك بتدخل بيانات. الشغلانه الثانيه اسمها سوشيال ميديا مانجر او ادمن في صفحات الفيسبوك واليوتيوب وكده. ده شغلانه عامله زي الكول سنتر، عارف كول سنتر الموظف خدمه العملاء، بس انت هتشتغل على صفحه الفيسبوك، بترد على الكومنتات وبترد على الرسائل وبتتابع الصفحه لو حصل مثلا زي تحليل ان لما احنا نزلنا البوست الفلاني جاب مشاهدات عاليه، فبحيث صاحب الصفحه يبدا ياخد باله من حاجه زي كده ويكتر مثلا من البوستات. فهو انت الميزه في الشغلانه ديت انك من الموبايل، غالبا انت بتشتغلها بالموبايل بس، يعني بتقعد ساعتين 3 في اليوم ترد على الكومنتات والرسائل، مش محتاج مكان معين ولا زمان معين، انت براحتك. بيدجات كتيره بتكبر، فالبيدجات ديت بتبقى عايزه موظفين يديروا الصفحات بتاعتهم. النوع الاخير من الشغلانات السهله هي الشغلانه بتدخل على مواقع العمل الحر وتلاقي حاجه بسيطه مطلوبه منك تعملها ببرامج معرفتها سهله. يعني سهل جدا انك تدخل دلوقتي تتعلم اساسيات الوورد او الباوربوينت او الاكسل. كل برنامج من دول ممكن تتعلمه في 3-4 ساعات، فيديو على اليوتيوب يلم لك الدنيا. بعد كده تدخل على مواقع العمل الحر زي مثلا نفذ لي، خمسات ومستقل والمواقع ديت، يعني تكتب كلمه باوربوينت في البحث فتلاقي واحد عايز مثلا تصميم باوربوينت 30 سلايد مش عارف ايه، تدخل تعملها. انت كده كده اتعلمت قصه الباوربوينت ديت في وقت قليل، تدخل تعمل اي تاسك مطلوب منك ليه علاقه بالباوربوينت وهكذا. النوع الثاني من الشغلانات المتوسطه اللي هو محتاجه منك دراسه شويه، تعتمد شويه على الابداع. فبما انك عايز تظهر ابداعك دوت في تصميماتك، ايوه هي شغلانه المصمم. التصميمات يبقى ازاي شكلها حلو وتقعد تحلل التصميمات اللي موجوده، كل ده هو بياخد وقت. التعليم البرنامج مثلا ما بياخدش وقت، بس انت محتاج تتمارس كتير وتتمرن كتير لحد ما تعمل حاجه فعلا حلوه الناس تدفع لك عليها فلوس. فايه الشغلانات اللي بتعتمد على كده؟ الجرافيك ديزاينر ده الشخص اللي بيصمم اي حاجه، اي حاجه ثابته كصوره، يعني ممكن تصمم بانر، تصمم كروت، تصمم تصميمات سوشيال ميديا، تصمم اي حاجه حرفيا كصوره مش كفيديو. الفيديو بيبقى اسمه فيديو اديتور، وده اللي بيعمل مونتاج للفيديوهات، بيقطع الفيديو، يحط موسيقى، يعمل يظبط الالوان، ده شغلانه الفيديو اديتور. ونفس الكلام، هو تعليمه مش صعب يعني، وكمان ممتع جدا. تاخد كورس على اليوتيوب، وبالمناسبه انا ممكن ارشح لك ناس. عندك عمرو عطله، ده مدي كورس فوتوشوب مدته 30 حلقه او 28 حلقه على اليوتيوب، الحلقه الرينج ما بتزيدش عن ربع ساعه، لامم لك الفوتوشوب كله. هتطلع من الكورس تقعد تتمرن بعد كده تجيب شغل. القصه ديت ممكن تاخد منك قد ايه؟ شهر، شهرين، 3، انت وشطارتك. نفس الكلام في الفيديو اديتنج. انا اتعلمت على ايد الفنان مصطفى مكرم. مصطفى مكرم مهندس عبقري، عامل بلاي ليست برضو على اليوتيوب شرح مونتاج، تسمع البلاي ليست رينج برضو 20-30 حلقه، بعد كده تبدا تتمرن تعمل شغل عالي. فالفيديو اديتنج والجرافيك ديزاين من اكتر الشغلانات المطلوبه دلوقتي، وتعليمها مش صعب بس محتاج شويه تمرين فتعمل حاجه كويسه. المصممين بيكونوا عايزين معدلين الوان الصور او فوتو اديتورز معاهم، عشان لما بينزل سيشن بيصور 500-600 صوره، فانت بتاخد الصور ديت تقعد تعدل في الوانها. بما ان الشغل ده كله اونلاين، فانت ممكن ببساطه تشتغل جنب الجامعه، هتقدر تظبط وقتك. ممكن تشتغل مع عملاء اجانب فهتكسب بالدولار، ممكن تشتغل مع مصريين ريموتلي، يعني انت هتشتغل من بيتك وتبعت لهم الشغل. فكل ده موجود في الاونلاين. ليفل الوحش والليفل الصعب هتحتاج تتعلم رينج من 3 ل6 شهور على الاقل علشان تبدا تشتغل في المجال دوت. والليفل الصعب اللي فيهم هو ليفل البرمجه. البرمجه نسبيا هي مش سهله، لان هي بتعتمد على التفكير بطريقه مش طبيعيه، تخلي دماغك دماغ مهندس، بتعرف تعمل بروبلم سولفنج، يعني حل للمشكلات. يجي لك مشكله تقعد بقى تفكر ازاي تحلها، ايه الكود اللي يبدا يحل حاجه زي كده. لما تيجي تتعلم من البروجرامينج هتلاقي فيه تخصصات كتيره جدا فيه، عندك باك اند وفرونت اند واندرويد واي او اس وويب، فاهم؟ وفي داتابيز وفي داتا اناليسيز وفي سايبر سيكيورتي وفي اي اي، كميه شغلانات رهيبه. بس ابسطهم واللي ممكن تتعلمه في اقل مده هو الفرونت اند، اللي هو تصميم المواقع، انك تعمل التصميم بتاع الموقع من بره، الزراير بقى والصور بتتحرك ازاي، تدخل مثلا تبعت رساله، تعمل لوج ان اللي هو يدخل الايميل والباسورد فيفتح معاه. التصميم بتاع شكل الموقع من بره ده بيتعمل بالفرونت اند. هتدخل تتعلم من على اليوتيوب لغه HTML و CSS وجافا سكريبت وجي كويري. وجي كويري دي مش لغه، دي مكتبه CSS، بس هتحتاج تتعلمها علشان تعمل شغل رهيب. فلو اتعلمت ال4 حاجات دول هتعمل مواقع بارقام مش طبيعيه، لان الشغلانات ديت
التعديل الواحد فيه بمبلغ. ان انا مثلا عايز ازود ميزه في الموقع ان بيبين لك عدد مثلا كام واحد ضغط على اللينك، فانت عشان تعمل له الميزه ديت هتاخد رقم، تاخد 50 100 دولار مثلا، فاهم؟ فالحوار فيه فلوس بنت لذين. ممكن تتعلم فلاتر برضو. فلاتر انك تعمل ابلكيشن على الموبايل، تتعلم لغه اسمها دارت فلاتر، والرينج برضو هياخد منك 6 شهور تعليم وممارسه، وبعدين تبدا تمسك مشاريع. فالحوار فيه فلوس، بس الحوار عايز التزام بس. انت لو مش هتقدر تلتزم مش هتقدر تجيب فلوس ولا هتقدر تعمل حاجه في المجال ده. طيب دي كانت كل المجالات. انا اشتغلت ايه؟ انا اشتغلت جرافيك ديزاينر، بصمم جرافيك، اللي هو ان الشغلانه اللي في النص، ولا هي عاليه قوي مش بروجرامينج ولا هي قليله قوي. انا بتعلم برمجه في الجامعه، فان شاء الله بعد الجامعه لما اخلص الجامعه اكون وصلت الليفل كويس اقدر اشتغل بروجرامر، بس حاليا شغال جرافيك ديزاينر. المهم عايز اقول ايه في الاخر؟ ان المجالات كتيره جدا، واللي عايز يجيب شغل هيعرف يجيبه، بس عايز زي ما قلت لك التزام. لو انت قدرت تعمل في اي حاجه من دول بورتفوليو. يعني ايه بورتفوليو؟ يعني معرض اعمال، انك توري لاي حد قبل ما تشتغل انا عملت كده وكده وكده وكده. عايز نعمل لك شغل. لو انت جرافيك ديزاينر تبدا توري له تصميماتك. لو عايز تشتغل في مجال الباوربوينت تبدا تعمل كذا باوربوينت شكلهم جامد قوي وتبدا تعرضهم على الناس. طالما انت معاك منتج حلو ففي اكيد شخص عايز يشتريه منك. فطالما انت قدرت توصل لمستوى كويس وعامل شغل كويس هتلاقي شغل، بس ما تروحش تقعد تدور على شغل انت ما عندكش شغل تاني عملته قبل كده او سابقه اعمال. طب انا ازاي هيبقى عامل شغل وبدور على شغل؟ ببساطه انك تعمل حاجه وهميه، انك تدور تعمل تصميمات من خيالك، تدور على اي حاجه وتعملها. المهم تعمل شغل توري فيه اللي انت اتعلمته واللي انت بتعرف تعمله للي قدامك عشان يقتنع بيك. ده الف ب تسويق. بس انا عايزك تلتزم كده وتتعلم حاجه كويسه، وان شاء الله ربنا يكرمني ويكرمك وتعمل الفلوس اللي نفسك فيها. وبس كده. لو حابين نعمل فيديو تاني ازاي تجيب شغل، يعني انت مسكت مجال اتعلمته ودلوقتي عايز تبدا تمسك اول فلوس في ايدك واول عميل يكلمك وازاي تجيب اول 100 دولار، فاهم النوع ده من الفيديوهات؟ خليه اكتب لي في كومنتات لو حابين حاجه زي كده. ما تنساش تعمل سبسكرايب طبعا علشان يجي لك الفيديو الجاي، فيديو جامد جدا بحضر له بقالي فتره. وما تنساش تعمل لايك لو لقيت فيه معلومه مفيده في الفيديو. وبس كده، سلام.